السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفه جديده. نحضر اليوم معكم هاد العشاء اولا غدا كما بغيتو تسميوه. هو مزيون في المذاق ديالو وفي المنظر ديالو رائع. المذاق ديالو طلع رائع بزاف، وخليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه. عندنا هنايا واحد الضلعه د الخروف اولا د الجديد اللي كانت عندنا بصله مقطعه رقيقه، عندنا الثوم، وعندنا معلقه د السمن، وعندي قزبر ومعنوس، عندي زيت الزيتون وزيت المائده، العطريه، ملاح، شويه القرفه، السكينجبر، الخرقوم، الابزار وفلفله حمراء. هذه العطريه اللي عندي. غنجيب واحد المشوه وحنحاول نتوك بها داك الرجله اولا بشفره اولا بمتكه، المهم اللي كان كتشوكا مزيان. نتشوكا في جميع البلايص، تبقى كتشوكا مزيان باش تدخل فيها داك الاقامه. وهاد الرجله فاش تكون عاد عدله ما تعدلاشي وطيبه ديك الساعه. مثلا الا كنتي عاد طيبه الغدا الشرمله بالليل وطيبه الغدا، والا كنتي عاد طيبه العشاء الشرمله في الصباح وطيبه الليل باش تدخل فيها داك الاقامه مزيان ويجي فيها المذاق ديالها مزيون، تجي لذيذه بزاف. وتبع الفيديو حتى الاخير باش تشوف الطريقه كامله باش تجيك اللحم طايبه وتجيك فتيه ويجيك فيها مذاق مزيون. كنحاول انا نتشكى مزيان في كل مواضع في ديك البلايص اللي فيهم داك اللحم كتجي غليظه، في ديك الجهه اللي كتكون عندها بحال اللي مغلفه، هذيك كامل كنتشكى باش ما يبقى حتى شي بلاصه ما تدخلش فيها الاقامه. وهنايا غنجيب الصينيه اللي غندخل الفران، الصينيه داك ما تجي ما تهزاليشي، وغنزل داك الرجله داخل الصينيه. وهنايا جبت طبسيل كبير وزديت قزبر كابس، كنت في الاول ما حطيتوش نسيتو، عاد تفكرتو زديتو. وغنضيف داك العطريه في واحد الطبسيل كبير، وغنضيف داك البصله اللي عندي واحد البصله كبيره، عندي مقطعه صغيره ماشي كبيره بزاف. وغنضيف داك الثوم عندي محكوكه، وداك معلقه د السمن، ونضيف الربيع عندي مخلط بين قزبر ومعنوس، ونخلط داك الخليط مزيان تيتخلط الخليط كامل مع بعضياتو. ودابا هنايا من بعد ما خلطته كامل دابا غندوز نشرمل داك الرجله مزيان في جميع البلايص، ندخل داك الاقامه باش تشرب داك العطريه على خطره. كنصحكم انا كما قلت لكم ما تعدلوهاش كيف ساعته، ضروري تخليوها يعني سوايع باش تجي مزيونه، وداك الاقامه تشربها مزيان وتجي لذيذه وتجي فتيه في الطياب ديالها. كنحاول نعدل هذيك الاقامه اللي عدلت كامله نخويها عليها ونشرملها مزيان حتى شي بلاصه ما نخليوها ما مشرملاشي. ونخوي داكشي اللي باقي في الطبسيل كامل. وهنايا غنضيف لها زيت الزيتون، ونضيف الزيت، ضفت في الاول زيت المائده، ودابا هنايا غنضيف زيت الزيتون. كنضيف القياس الكافي اللي عايك فيها، ونحاول تا هو يعني نشرملو فيها مزيان باش تشرب داك الزيت مع داك الاقامه. ونخليها مجتو. دابا من بعد ما خليت في ديك الاقامه يعني بزاف، دابا غندخلها للفران. زديت له واحد الورقه تيد ناموسه وغنخوي عليها داك كاس د الماء، هو اللي غنخوي عليها. وغنجيب الكاغيط اللي غنغطيه بها، كنجيبو داك الكاغيط اللي كنفرشوه هنا الحلوى باش ما كنفرشوه الصينيه د الحلوى، كنعدلوه هو الاول
باش كيغلق عليها مزيان باش كطيب دغيا ما كتعطلش في الطياب، وديك البخار اللي كيخرج منها ما كيخليهش يخرج، كيرجع فيها. عاد كنعدلو الالومنيو عليه من الفوق كما شفتوا، عدلته هو الاولى عاد عدل الالومنيو. وهنايا عندوس نحضر الخضره، عندي اللوبيا خضراء مقطعه عندي في الثلج، وعندي بطاطا مقطعه على هاد القطع، وعندي الجعده مقطعه على هاد القطع هيدا. اللوبيا انا كنعدلها في الثلج كتبقى في اللون ديالها حتى ملي كنطيبها كتبقى هي هذيك بحال اللي تقول يلا شريتيها، ماشي تقول كانت عندك في الفريغو. واللوبيا انا ما كنسلقاش في الماء، كنعدلها تبخر حسن. والجعده كنسلقها في الماء، ومني عاد نسلق الجعده ونحيدها نسلق اللوبيا نسلق البطاطا. هنايا كنضيف على الجعده شويه د الملح وكنضيف عليها شويه د الزيت، غير شويه، كنعدل شويه د الزيت وشويه د الملح. مني عاد طيب الجعده غنحيدها نعدلها تقطر ونضيف البطاطا حتى هي طيب. وهنايا من بعد ما طابت الخضره تطيبت كل شيء، عدلت في المقله سخون، ضفت لها شويه د الثوم وغنضيف لها شويه د الربيع، وغنضيف عليها بطاطا. من بعد ما تسلقات ما كنخليوهاش حتى تبيصر بطاطا، كنخليوها شاده في راسها شويه. وكنضيف الكيمون ونضيف ملح كنضيف دابا الكافي. فاش كنت غنسلقها ضفت غير شويه، ما ضفتش الكميه بزاف د الملح، ضفت لها يعني غير شويه باش ملي كتغلي ما كتطلقش ديك النسمه ماشي مزيونه، باش كتبقى يعني ملي كطيف شويه د الملح شويه د الزيت ملي كتكون كطيب كتلقى النسيمه مزيونه. وكنبقى كنحركها كنقليها مزيان في داك اللقامه اللي عدلت لها. كنعدل لها البطاطا غير الكيمون والشنيه والملح والزيت والثوم والربيع هادشي اللي كنعدل لها. وفي نفس المقله مني حيدت البطاطا في نفس المقله غنضيف شويه د القزبور وغنضيف شويه د الثوم وغنضيف عليهم الجعده حتى هما نفس الطريقه. غنضيف لها شويه د الكيمون وغنضيف لها شويه د الملح وغنقليها حتى هي تتقلى مزيان. كنحاولوا نحركوا غير بشويه باش ما تبيصرناش حتى هي الجعده. ملي طيبوها ما تخليوهاش طيب بزاف، طيبوها غير شويه باش ما تبيصر لكمش. ومن ناحيه الجعده غنعدل نفس الشيء اللوبيا حتى هي غنضيف لها الثوم وغنضيف لها الربيع وكنضيف اللوبيا انا غير بخرتها يعني ماشي سلقتها في الماء باش ما تشربش داك الماء. اللوبيا دائما سلقوها ما طيبوهاش في الماء، ملي كطيب في الماء كتشرب الماء كتجي عامره غير بالماء ما كتجيش مزيونه بزاف. وغنضيف لها الملح وغنضيف لها الكيمون كما ضفت في الاول، ضفت لها هي كما ضفت البطاطا والجعده كنضيفوا اللوبيا. وكنخليوها حتى كتقلى مزيان. وهنايا كيكون كلشي واجد، الخضره واجده، اللحم كما كتشوفوها تبارك الله حتى تفكت من العطا من راسها، طابت بزاف. يعني غنجيب واحد الصينيه اللي غنقدم فيها فرشت بشويه د الخس وغنزل فيه داك الرجله تبارك الله طابت حتى تفكت من العظام ديالها، جات بنينه في المذاق ديالها. وغنضيف ديك الخضره غنعدلها غير في الجنيبات، غير من كل جهه غنزل الخضره. وداك شويه د المرقه اللي بقات داك الرجله غنعدلها في طبيصلات، ما نخويهاش عليها،
اللي بغى ياكلها يعني المرقه ديالها، يعني بقات لها غير شويه د المرقه كما تشتو. انا اصلا ما عدلت لها شي الماء بزاف، عدلت لها كاس د الماء فيه طابت. يعني ملي كنشدو عليها بداك الكاغيط وداك الالومنيوم كطيب على خطره، والبوطه ما كنجهدوها لا شي، كنتكيوها في الفران كنشعلو لها من الفوق ومن تحت وكنخليوها كطيب على خاطره باش كطيب بشويه، ما كطيبش بالعافيه مجهده، وفي نفس الوقت باش ما كنعدلو لا شي الماء بزاف باش كتجي لذيذه. وكنستف الخضره كما قلت لكم كامله في كل جهه. وكيكون هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. كما كتشوفوا باقي طالع من السخانه تبارك الله، ومذاق ديالها جا لذيذ بزاف، كلشي عجباتو. كنتمنى حتى نتوما تجربوها وتعجبكم. ما تنساونيش باللايك ديالكم، وما نساوش تشتركوا في القناه باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. والسلام عليكم، الى